بعد شح الأثاث المستورد في السوق وعزوف الزبائن عن اقتناء الأثاث المحلية، وجد مصنعو الأثاث في الجزائر أنفسهم بين خيارين: إما توقيف نشاطهم وإما تطوير صناعتهم، والنتيجة جودة عالية تضاهي تلك المستوردة. هي في الحقيقه من الفتره تاع الكوفيد يعني نقصت السلعه في السوق، في المارشي نقصت السلعه بزاف وزادت التغلات، يعني السلع زادت التغلات، وين خلانا احنا لازم نكريو دي موديل ونصنعوا هنا في الجزائر، ورانا ننافسوا على كل حال. انا ننافسوا يعني في الصناعه المستورده. فوتوي مثلا تصيب فرق تاع 6 ملايين 7 ملايين بين المستورد وبين المحلي. دي كويزين كانوا يجيو تاع لامبورطاسيون تلحق حتى 120 مليون. دروكا كاين الصناعه المحليه، كاين 50 مليون، كاين حتى تاع 40 مليون، تبدا من 18 مليون. من الاول كانت شويه صعيبه شويه، ومن بعد كانت الامور مشات صافا، ولينا نشرو السلعه والكاليتي ولات فينيك حاجه مليحه، وتقدر تقول البرودوي تاعنا افضل من تاع لامبورطاسيون من ناحيه لا كاليتي ومن ناحيه السعر وكلش. وجد الكثيرون من رافضي فكرة اقتناء المنتج المحلي أنفسهم من أكثر الزبائن المقبلين على الصناعة المحلية. تغير جذري فرضته إرادة وأياد جزائرية. احنا بكري كنا نحبوا السلعه تاع لامبورطاسيون تاع الخارج، ومؤخرا شغل بدينا نسيو بدينا السلعه تاع لوكال، لقينا ديفيرونس كبيره في الدراهم. لقيت روحي باللي السلعه تاع لوكال مليحه لا تاع لامبورطاسيون. بعض الزبائن يجوا لهنايا ما يفرقش بين السلعه المحليه والسلعه المستورده. في العصر اللي رانا فيه تاع الانترنت، يعني اي موديل نشوفوه نخدمه، اي موديل نشوفوه في الانترنت نخدمه كوبي كولي تاع لامبورطاسيون كيما تشوفوا عندي. استطاع مصنعو الأثاث في الجزائر استعادة ثقة الزبائن في المنتج المحلي. يبقى فقط تطوير صناعة المواد الأولية لتواكب هذه الصناعة المهمة.